ايه هو الايمج هيستوجرام او المدرج التكراري للصوره؟ ده جراف بيوريك كل لون بيتكرر كام مره، او من الاخر كده في كام بيكسل من كل لون. اقصى الشمال بتاع الجراف بيكون الاسود تماما، واقصى اليمين بيكون الابيض تماما. ممكن يكون منه 3 جرافات، الاحمر اخضر ازرق، او جراف واحد بالكالر فاليو. ومن الاخر يعني ده اللي بيقول لك اذا كان اللون فاتح ولا غامق. الصوره دي نص البيكسلز اسود ونص البيكسلز ابيض، فهنلاقي بار على اليمين وبار على الشمال ومفيش اي بارز في النص. الهيستوجرام مهتم بتكرار اللون مش بمكانه، عشان كده الصوره دي ليها نفس الهيستوجرام بتاع اللي فاتت. بعد كده عندك في صوره فيها تدرج الالوان، فالهيستوجرام هتلاقيه متوزع بالتساوي. نعمل ايه بقى بالكلام ده؟ هو بيديك مدلول عام، الصوره فاتحه ولا غامقه. لو صوره فاتحه هيبقى كده، لو صوره غامقه هيبقى كده، لو صوره متوزعه هيبقى كده. ده هنستخدمه بعد كده علشان نعرف اذا كانت الصوره جيده اصلا ولا لا. يعني لو شفت الصوره بالليل لازم يكون الهيستوجرام ضارب شمال، ولو شفتها في تلج مثلا لازم يبقى ضارب يمين، لو شفتها في الظل لازم يكون متوزع، وهكذا.